والمسلم نزيه نزيه. والله حتى لو ظلمك رجل صاحب المحل صاحب العمل هضم حقك لا يجوز لك شرعا أن تخونه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فبعضهم ربما ظلمه صاحب العمل يقول: إذن أنا أخون في كذا وكذا، هذا لا يجوز. لكن يجوز شيء آخر ثابت بالشرع، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالظفر. فمثلا بعت لك بضاعة ودفعت لي قسطا منها، والقسط الآخر جحدته أنكرته، وأنا عندي ما يثبت. جاءت إليك بضاعة ووصلت إلى يدي، أحبسها وأطلب ثالثا يحكم بيننا، لا أنني أتسرب من نفسي، أحكم ثالثا بيننا، هذه تسمى الظفر. ويستدلون بقصة هند مع أبي سفيان كما في الصحيحين، لما قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل بخيل. ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: خذي لك ولأولادك بالمعروف. فهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بالظفر، لا حرج في ذلك. أما أن المسلم يخون من خانه فهذه ليس من صفات المؤمنين.